بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة يا حبايب قلبي هاتكلم معاكم على الفنان الجميل أنور وجدي اللي عاش معانا سنوات طويلة، واتمتعنا بأحسن أفلامه مع ليلى مراد وغيرها، وأسرار كتير عن حياته ما كناش نعرفها، وجملته الشهيرة قوي أو دعوته الشهيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى حققها له لما هو دعا وقال خد مني الصحة واديني فلوس. وهنشوف عمل ايه، وهنشوف جسمانه وصل لايه، ومين اللي اتكفل بدفنه، ومين اللي اتكفل ب... ب... بالجثمان بتاعه، وهنشوف ايه اللي حصل بقى في حياته. هو كان في زمنه متميز جدا وناجح جدا بكل معاني الكلمة. كان بيمسك التراب في ايده وكان بيبقى ذهب، وكان عنده عبقرية فنية، سواء كان بقى في التمثيل او الاخراج او التأليف او الانتاج. يعني كان فنان شامل بمعنى الكلمة، وكان بيعرف يروج لأفلامه، وكان بيعرف يجمع الفلوس وأفلامه تنجح. المهم الأيام تمر والأعوام تمر، وهنقول بقى عنه إن هو اتولد في 1904، وعشق الفن منذ نعومة أظافره. بدأ من شارع عماد الدين من خلال مشاركته في عدد يعني من الفرق المسرحية. كان أبرزها فرقة رمسيس، وكان الفنان يوسف وهبي، وأثبت جدارته وأثبت إن هو فعلا ممثل ممتاز، وكان كومبارس الأول وتحول إلى فتى الشاشة الأول بعد الأدوار الصغيرة اللي كان بيعملها. هو عاش بقى حياة يعني هقول لكم ايه، تحت مستوى كمان الفقر. لذلك كان دائما لديه رغبة بشأن جمع المال عشان يعوض الفقر اللي هو كان موجود طول عمره فيه، وأن يصبح من الأثرياء حتى لو كان ده على حساب صحته. وحتى ما أنا قلت لكم الدعوة اللي هو دعاها، كان واقف في مرة قدام أحد المطاعم وشامم ريحة الفراخ، ومغمض عينيه ومستمتع بالشم بتاع الفراخ دي، شوي الفراخ. ولما فتح عينيه ولقى مخرج اداله فلوس، راح جايب أكل وكله، كانت دي أسعد حاجة عنده. راح الاستوديو حكى لزمايله الواقعة ديت وتلذذوا بالطعام والفلوس، وقال ايه الجملة الشهيرة بتاعته. وبعدين تحققت بعد سنوات يعني، بعد ما بقى عنده ثراء فاحش، أصيب بمرض خطير جدا ما كانش له علاج هنا في مصر، وسافر إلى الخارج بسبب معاناته مع المرض، وفقد بصره سنة 1955 ليعود للوطن في صندوق خشبي. الصندوق الخشبي ده طبعا كان متزوج في الوقت ده الفنانة ليلى فوزي، وعاشوا برضو أيام حلوة كده في فرنسا، لكن هي سبقته لما مات. ومن كتر إجهادها وتعبها جت من السفر نامت على طول ونسيت موضوع الجثمان. فهم جابوا الجثمان وحطوه في تحت البيت بتاعه تقريبا في عمارة الأموبيليا، لأنه كان يملك شقة فيها هو وزوجته السابقة ليلى مراد. كان عامل شقة للسكن وشقة اللي يصور فيها ويخرج فيها والحاجات دي. المهم ليلى فوزي وليلى مراد كانوا زوجاته بعد الفنانة إلهام حسين، ودي برضو كانت فنانة. وتزوج طبعا الفنانة ليلى فوزي قبل وفاته بعام واحد بس، وهي سافرت معاه أثناء مرضه، وكانت سافرت معاه أثناء علاجه، زي ما قلت لكم سافرت فرنسا. المهم حط الجثمان في مدخل العمارة، فضل أكتر من 4 أيام، لدرجة إنه محدش سأل خالص فيه. فمين بقى اللي سأل في الموضوع ده؟ الفنان محمد الكحلاوي. كان أيامها هو منشئ، لسه بادئ منشئ ديني، وكان بدأ يسيب التمثيل. فهو قال أنا هتكفل بغسله وتكفينه. أهله ما كانوش موافقين أبدا، لأن هم لما عرفوا إن هو مات أهله كانوا يعني مهتمين إن هم يفرقوا الميراث مع زوجته ليلى فوزي، وكانوا بيتخانقوا معاها على الموضوع ده، ونسوا موضوع الجثمان خالص. تكفل بيه محمد الكحلاوي بقى وكفنه وغسله، وصلوا عليه كمان في مسجد عمر مكرم، و وراحوا دفنوه حتى لغاية دلوقتي. يعني مأساته كمان بعد ما اتدفن ان المقابر بتاعته اتهرت ووقعت على الجثمان، وكمان لدرجة ان رفاته الفنان انور وجدي بتكاد تكون باينة من المقابر. ولكن طبعا هم بلا جدوى، يعني التربي قاعد يناشدهم ويقول لهم يلحقوا الموضوع ده ويلحقوه، لكن هم ولا يعني اهم حاجة الميراث وخلاص.
المهم هو توفاه الله، الله يرحمه، عاش حياة بائسة. لا يعني حتى لما يعني اغتنى وبقى معاه فلوس، ما كانش يقدر حتى يعني ياكل لقمة، كان بيعزم اصحابه واحبابه ياكلوا قدامه ويستمتع بشكلهم هم بياكلوا، لكن هو ما كانش بيقدر ياكل ألذ وأحسن أنواع الطعام. وهنقول الله يرحمه، وهو عاش حياة بائسة فعلا، والله يرحمه ويحسن إليه، ويتولاه برحمته ويرحم زوجاته ويرحمنا جميعا. وكده أنا خلصت الفيديو. ما تنسوليش بقى من لايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان أجيب لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.